كومنتات، نايم يصحى واللي وراه حاجه يسيبها. الكرب اسود رحنا في ده دايما معاه. الزمالك بيكسب بطل افريقيا، بيهزم الفرقه اللي بقالها موسمين بتاكل الاخضر واليابس. اسفه يعني يا بيراميدز، لو انتوا اهرامات فاحنا اللي بنيناكم. تهزم اي حد عادي، لكن عند الزمالك وستوب. النهارده الزمالك بيدينا درس في الرجوله والاخلاق والنظام. برغم اللي عندك مشاكل الدنيا كلها، عندك ازمات، عندك اصابات، احمد عبد الرؤوف احترم الخصم كويس جدا، لعب على قد امكانياته، لان بجد الفرقه بتاعتنا فيها اصابات كتير جدا. الراجل قفل الوينجين بتوع بيراميدز، زي ما مدي تعليمات ان نص الملعب ما يزيدش، ولو جيت تبصها كده هتلاقي ان مفيش فرص من فرقتين. اللي هو عايزه عمله. نزل طبق الحلويات عبد الله السعيد. من هنا الزمالك بدا يمسك كوره. النهارده الونش ومحمد اسماعيل عملوا ماتش بتاريخ فرق كتير، فيهم درع الكباب الفاخر جايبين منه. طبعا ناصر ماهر فايق ومركز جدا. وسام القائد، محمد شحاته ويلكم باك يا جولدن بوي. الجزيري ما يقعدش لعمرو ناصر، مع ان عمرو ناصر هو اللي جاي، بس الماتش ده كان محتاج سيف الجزيري من اول. يبقى الفتوح هندلع على السلامه يا نجم المنتخب الوطني. هو بنتاي بحس ان هم عاملين قاعده صواريخ لوحدهم. طبعا الماتش كان ناقصه كينج اللعبه، عارفين مين؟ بزيرة. تخيل عزيزي المشاهد ان في غياب دونجا وبزيرة واسامي تانية كتير الزمالك بيكسب بيراميدز. يعني فنيا احمد عبد الرؤوف خد اللي هو عايزه. لحد بقى ما وصلنا لضربات الجزاء، ومن هنا ابتدت المعركه بطلها لعيبه الزمالك ومحمد عواد. لما كان ناصر ماهر راجل المباراه، شايفين السلكان. وفي نهايه الحلقه دي الزمالك